أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. معكم أمنية عبد العزيز، ودي الحلقة الأولى من بودكاست لحظات. قبل ما أبدأ عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني منين وحابين الحلقة الجاية نتكلم عن إيه. جاهزين نبدأ دلوقتي؟ حلقة النهاردة اخترت لحظة مهمة جدا، وهي لحظة الفضفضة، الشكوى، اللحظة اللي بندور فيها واحنا تايهين عن حد يسمعنا، يحس بأوجاعنا ويهون علينا ويطبطب. كلنا محتاجين طبطبة والله. تيجوا نتكلم في البداية عن إحساس كل واحد بيفضفض. هل وجعه بيقل؟ هل نفسيته بتتحسن؟ ولا الفضفضة دي شعور وهمي بنقنع بيه نفسنا إننا هنرتاح ومزاجنا هيتحسن؟ الخلاصة ومن الآخر، الفضفضة مزيج ما بين شعور وهمي بالتحسن التام وتخفيف الهموم. انت بس بتحس انك ارتحت شوية، بس مش معنى كده انك اول ما هتحكي لحد اللي هو واو انا خلاص يا جماعة مشاكل اتحلت وما عنديش مشاكل ومش زعلان وفضفضت وارتحت وخلاص خلصنا بقى. غلط، لان راحتك هتيجي مع حل المشكلة وتطيب الخاطر بس. الابحاث والدراسات بتقول ان الكبت يؤدي للاصابة بمتلازمة القلب المكسور، ودي علاجها الوحيد الفضفضة. طب بما اننا بقى تورطنا ولازم نفضفض، طب نحكي لمين؟ يلا بسرعة في الكومنتات قولولي بتشكوا همكم لمين. قبل ما اقول لكم هتشكوا همكم لمين، في بيت شعر كده عايزاكم تسمعوه. بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه، 20 بيتا لها من مثله حكم، لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم، شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من ناس صاح ما به سقم. يعني من الآخر كده كلنا في الهوا سوا، كلنا عايزين نحكي ونعبر عن اللي جوانا، بس برضه هنوصل لنفس السؤال، هنحكي لمين؟ بصوا بقى، أنا مش هقول لكم كلام إنشا وسلك لنفسك والكلام ده، مع إنه صح، بس أنا عن نفسي برتاح جدا للفضفضة. أنا هقول لكم على كام شخص كده ممكن تثقوا فيهم. أولا مامتك وباباك، على حسب انتوا أصحاب مين أكتر. هما دول أكتر 2 هينصحوكم بالمظبوط، هيقدم لكم النصيحة من غير لا لف ولا دوران ولا كذب ولا غيرة ولا أي حاجة، وهيقولوا لكم على الطريق الصح اللي تمشوا عليه، لأن دول أكتر 2 عايزينكم أفضل الناس في الدنيا. إنما بقى لو متجوزين فجوزك أو مراتك هم أقرب حد ليكم، والأحلى كمان إن انتوا لما تكونوا زعلانين تفضفضوا لبعض، عشان كل واحد يعرف قد إيه انت زعلان، وكمان المشكلة اللي بينكم هتتحل. يلا أي خدمة بقى، نصيحة كده على السريع. صدقوني أي 2 في بينهم مشاكل أو زعلانين أو متضايقين من أي حد أو متضايقين من بعض، الأفضل إن هم يحكوا لبعض. طب تيجي أقول لكم على حد تاني كده ممكن تحكوا له وانتم مطمنين إنه مش هيستغلكم ولا هيطلع أسراركم ضدكم ولا أي حاجة من دي. هو الشخص اللي مش هتقابله تاني، شخص قابلته مرة واحدة في بلد غريبة، في نادي، في قعدة، في القهوة. الشخص ده اللي لو شافك تاني مش هيعرفك أصلا، بس هديكم بتفضفضوا لبعض. طبعا مش هتقولوا أسرار وخبايا، يعني شوية فضفضة في السريع. ده طبعا غير أصحابكم اللي انتوا واثقين 100% إنهم جدعان قوي والزمن مش هيغيرهم عليكم. وفي النهاية أقول لكم إن مهما كان في عندنا مشاكل، خلينا ناخد فترة صغيرة من الزعل، صغيرة مش كبيرة، ونرجع تاني حلوين طعمين ونكمل حياتنا ولا أكن حاجة حصلت. دمتم متفائلين. أنا كده خلصت النهاردة حلقتي. نتقابل في حلقة جديدة، وشاركوني برأيكم حابين نتكلم في إيه المرة الجاية.